كل يوم تقريبا بيجيلي السؤال المعتاد: اشتري الماك ولا اشتري الايباد؟ الايباد دلوقتي بالايباد او اس 26 بقى يعني ممتاز وقرب جدا للماك وكده. طيب انا محتار اشتري انهي، اشتري ده ولا اشتري ده ولا في شغلي؟ وفعلا سؤال محير جدا لان الاتنين متقاربين جدا كالفئة السعرية. زائد الاتنين يعتبر جهاز غالي يعني، فانت ما ينفعش برضه ايه تجيب الاتنين. وانت مثلا عايز تجيب جهاز واحد يقوم لك بقى بالاتنين دول باللي بيعملوه. وفي الفيديو ده هنحل المشكله دي علشان وانت بتشتري تبقى متاكد ان ده افضل جهاز انت اخترته. اول حاجه نتكلم عليها هي التصميم والخفه. الاتنين خفاف جدا ومعمولين بشكل انيق وعملي، كمان الاتنين عليهم هيكل الالومنيوم الرفيع. كمان موجودين بالوان متشابهه كتير، رمادي، والماك بوك اير موجود باللون البينك اللي هو الام 1، وطبعا اللون المعتاد هو الفضي. من ناحيه الخفه والتنقل فطبعا الاتنين يبقى سهل التنقل بيهم وكويس جدا للناس اللي بتشتغل في اي مكان. الماك بوك اير سهل بتشيله زي كده، يبقى سهل جدا التنقل معاك، وحتى السمك بتاعه رفيع فما ممكن ما ياخدش معاك مكان في الشنطه او في الحاجه اللي انت بتبقى شايلها. عامل بالظبط زي الكتاب وخفيف جدا ووزنه برده مش تقيل خالص خالص. طبعا لو معاه الشاحن بتاعه كده كده هو بيشحن باليو اس بي، فمش هياخد حتى معاك مكان في الشنطه ويبقى سهل التحرك والتنقل بيه. هنا برضو عند الايباد يعتبر شاشة، بس انت ماسك شاشة في ايدك من غير لا كيبورد ولا ماوس ولا اي حاجة، فطبعا بيبقى اخف بكتير جدا من الماك بالرافع بتاعه دون، فطبعا بيبقى سهل الحمل يعني. تاني حاجة وهي الشرايح أو المعالجات بتاعته. الآيباد نازل من M1 لغاية ال M4، الماك بوك برضو الإير نازل من M1 لغاية دلوقتي في ال M4. احنا هنتكلم على البيس موديل خالص اللي هو ال M1، والآيباد إير هنتكلم النهارده اللي معانا دلوقتي ده ال M2. فهنقارن ما بينهم. هو يعتبر طبعا الآيباد بال M2 مقارنة بالماك ال M1 يعني باين إن هو أقوى وكده وأكتر، ولكن الحقيقة لأ، الماك بوك اير ام 1 هو ده برضو بنفس المستوى الام 2 في الايباد، طبعا لان ده جهاز كمبيوتر ماك يعني بي سي، وده ايباد برضو محدود. هنا التركايه في ايه بقى؟ ان التركايه ان الايباد ده هو ايباد اليو اس بي. خلي بالكم في الايباد هي مفيش غير واحده بس، حتى الايباد ام 4 من اول ايباد اتعمل لغايه اخر ايباد الام 4 هو مفيش غير يو اس بي واحده بس. طبعا تايب سي، بس لو انت عايز توصل عليها مثلا يو اس بي خارجيه او توصل عليها هارد مع شاشه مثلا هتتوصل باكسترنال ديسبلاي مثلا، فانت ما عندكش غير واحده، فانت محتاج هبايه اللي هي بتتوصل باليو اس بي وتطلع لك منها ايه وصله اليو اس بي. في الماك لا، في الماك انت عندك لو في الماك بوك اير عندك 2 يو اس بي زائد وصله السماعات، واحد مثلا هتشحن بيها والثانيه بتاع الاكسترنال ديسبلاي، او الاكسترنال ديسبلاي اصلا اللي انت لو وصلتها بالتايب سي كده كده هي بتشحن الماك لوحدها، فانت يبقى عندك يو اس بي ثانيه توصل عليها هارد او اي حاجه، مش محتاج الهباي اصلا الا لو انت هتوصل حاجات كتير قوي قوي بقى. ده بالنسبه للماك بوك اير. لكن ماك بوك برو اللي احنا مش هنتكلم عنه النهارده في الفيديو بتاعنا، ولكن انا بس حبيت انوه ان الماك بوك برو نازل ب 2 يو اس بي تايب سي على الناحيه الشمال وواحده يو اس بي على الناحيه اليمين، ده غير وصله الشاحن اللي هي منفصله، ده غير طبعا كارت الميموري، وصلة كارت الميموري، وغير طبعا السماعات. ده بالنسبه للماك بوك برو. تاني جزئيه هنتكلم فيها وهي التصفح على الايباد وعلى الماك بوك اير. بالنسبه للايباد انت تقدر تاخد نوت بسرعه جدا بالقلم، طبعا لو بالابل بنسل برو او معاك الابل بنسل العادي حتى، او حتى الثيرد بارتي من الابل بنسل، تقدر تاخد نوت بسرعه جدا في اي وقت. يعني هو في التيكنج نوتس دي رقم واحد بصراحه في الايباد، يكسب فيها الماك طبعا. وده طبعا في الحاله ان انت لو ما عندكش وقت ان انت تدون الحاجه اللي انت داخلك بسرعه، المعلومات اللي انت داخلك سواء انت في محاضره او مثلا في مؤتمر مثلا وعايز تدون حاجه بسرعه، وبعد كده تبقى انت تفصصها بقى وتفصلها على الماك مع نفسك بعدين بالكيبورد، محتاج الكيبورد معاك. فطبعا الايباد مع الكيبورد بتاعته وهي الماجيك كيبورد، بس دي غاليه شويتين، فممكن عادي انت تجيب له كيبورد يو اللي هي بلوتوث، كيبورد عاديه بلوتوث. يعني مثلا جايب له الفولدبل اللي بتطبق دي بلوتوث عادي بتوصل بالايباد وتستخدمها بدل الماجيك كيبورد، لان هي غاليه جدا. وانا شايف بصراحه ان هي يعني انت لو هتجيب كيبورد بلوتوث وماوس بلوتوث انت كده خلاص يعني مش محتاج معاك يعني. طبعا كل ده انت مش هتحتاجه اصلا لو معاك الماك. يعني لو معاك الماك خلاص انت بتاخد التدوين على الكيبورد اوريدي بتاعت الماك وخلاص، يعني مش محتاج ان انت تشتري بقى الحاجات دي.
حته السبليت فيو، وان انت تظهر كذا صفحه في شاشه الايباد مره واحده وتشتغل عليهم. دي في الايباد طبعا يعني هي ميزه كويسه. وطبعا في الايباد او اس الجديد حته اللي برضو الويندو، الحته اللي يعني بقى شبه الماك في حته ان انت تقدر تفتح اكتر من 3 أو 4 برامج، 5 برامج كمان في نفس الشاشه. فدي حته ميزه ممتازه جدا يعني، قربوا منها للماك. بس برضو ستيل ان انت ده ايباد وشاشه طبعا ايه بالتاتش، يعني برضو ده ليميتد غير الماك. يعني انت مثلا ايه تقدر ان انت تتحكم في الويندوز دي بسهوله اكتر كمان من الايباد، حتى الايباد او اس الجديد، لان انت معاك ستيل الماك ماوس والكيبورد، فهو معمول اصلا للحاجات التفاصيل الصغيره، غير الايباد بتبقى الحاجه فيه كبيره شويه. زائد في حاجه بس صغيره في بالنسبه للتصفح، ان في الايباد او الماك في بعض المواقع في التصفح، لو انت تتصفح مثلا مواقع معينه، لو انت جيت تفتحها على الايباد هتلاقيها بتفت على الايباد والكلام فيها كويس وكبير، بس على الماك على العكس محتاج ان انت تزوم علشان تقدر تقرا الكلام المكتوب فيها. طبعا الحته دي في الايباد يكسب فيها. طيب هنيجي نتكلم على بالنسبه للتصفح حاجه اسمها الستيج مانجر، دي اللي موجوده في الماك وموجوده برضو في الايباد. بالنسبه للايباد انت هتحول نوافذ تكون شبه الماك بالظبط، لكن معموله طبعا زي ما احنا قلنا للتاتش واكتر منها للماوس يعني. وطبعا هي ان هي بتلزق يعني زي ما تقول كده بتلزق في الحواف زي المغناطيس. وبرضه فيها مشكله الستيج مانجر في الايباد، ان انت لو انت فاتح 2 ويندو مش هتعرف انهي مين فيهم الاكتف معاك دلوقتي. يعني غير الماك لو انت مثلا فاتح 2 ويندو وجيت دوست كليك على ويندو فيهم هتلاقيها نورت كده، والتانية عارف انت زي بهتت شويه، يعني دي الاكتف ودي اللي مش اكتف دلوقتي. ممكن المشكله دي ان يعملوها في تحديث الجديد الايباد او اس، طبعا مع تحديثات كتير يظبطوها فيه، ولكن الى الان الماك هو اللي يكسب في الحته دي في الستيج مانجر. طبعا الماك برضو لو انت فاتح مثلا برنامج او فولدر معين بيجي لك فوق على الشمال اسم البرنامج او اسم الفولدر اللي انت فاتحه، فبتبقى برضو يعني معرفة اسهل بكتير جدا من الايباد، ان انت بتبقى فاتح حاجة انت ما بتعرفش مين فيهم اللي انت فاتحه حاليا او اللي انت دايس عليه. طيب هنيجي على التكست سيلكشن، لما تيجي انت تحدد النصوص في الايباد وفي الماك. في الايباد طبعا لازم انت بتدوس مرتين على التكست اللي انت عاوز تحدده، وبعد كده بيظهر لك البتاعتين الزرق دول وتقعد انت تحدد ما بينهم يمين وشمال لغايه ما تحدد التكست اللي عليه. احيانا ما بيلقطش معاك، يعني لازم تيجي تدوس مرتين، ما فيش تيجي تدوس 3 مرات فيلقط، حاجات زي كده بتحصل. ده بالنسبه للايباد. بالنسبه للماك بوك طبعا انت معاك ماوس وكيبورد، فانت بتحدد بس بالماوس على طول كده ايه بتدراج عن التكست فبيعملوا سيلكشن اوتوماتيك. طبعا انا عايز اتكلم برضو على ميزه جدا في الماك ممكن برضو تستخدموها، وهي ان انت في التراك باد بتاعه الماك بوك فيها ميزه ممكن ما بتبقاش مفعله من الاول لما انت جيت تشتري الماك. لما تيجي تدراج، عايز تدراج فايل مثلا، الطبيعي ان انت بتدوس مرتين على التراك باد وبعد كده بتشد او تسحب البرنامج او مثلا الفايل اللي انت عايز تسحبه. بالنسبه للشورت كات تقدر ان انت بالثلاث صوابع بس تدوس على التراك باد، كده معناها ان هو هيعمل دراج من غير ما تدوس مرتين ولا الكلام ده. دي بتفعلها ازاي؟ بتفعلها من هنا كده، بتدوس هنا بعد كده تيجي هنا كده وتقوم دايس دي وتشغل دي كده اتشغلت معاك. تقدر تحرك الملف او الفايل اهو زي ما انت ايه شايف كده ايه بتتحرك من غير انا ما دبل كليك على التراك باد ولا اي حاجه. طيب هنيجي نتكلم على برامج التصميم للايباد وبرامج التصميم للماك. طبعا الايباد لو قلنا برامج تصميم لازم هنحط الابل بنسل معاها، وهنتكلم طبعا على اشهرهم وهو برنامج البرو كرييت. طبعا البرو كرييت لو انت بترسم بايدك طبعا هتحتاج تشوف النتيجه الفوريه، والنتيجه الفوريه بتيجي مع الابل بنسل لما بتيجي ترسم حاجه معينه، فبتشوف انت النتيجه الفعليه كأنك بترسم على ورقه بالظبط. غير الماك الماوس والكيبورد طبعا في محدوده شويه، او عارف بترسم بستاتكس كده معينه، ما بتبقاش برضه يعني ريال قوي يعني زي غير لما تيجي ترسم بورقه وقلم يعني، وده طبعا بيتفوق في الايباد. لكن برامج التصميم التانية على الايباد زي الفوتوشوب والإليستريتور بتبقى محدودة، لان انت برضو بتستخدم الايباد، والايباد ده برضو جهاز محدود لانه هو برضو ما بيعاملوه معاملة ان هو من غير لا ماوس ولا كيبورد، هو بس بالتاتش، بكل حاجة افيلابل للتاتش بس.
فبيبقى محدود شويه، وطبعا البرفورمانس اللي فيه بتبقى برده محدوده، غير ان هو ما بيقومش بكل حاجه بيقوم بيها الفوتوشوب والإليستريتور على البي سي. ليه؟ لان الشركه اصلا هي لو وفرت لك الكلام ده وانا على الايباد، طب ما هي مش هتبيع كده نسخه البي سي وكله هيجيب الايباد، لان هو ارخص نسبيا من الماك. طيب انا بقى بستخدم الكلام ده ازاي؟ انا اصلا لما اجي اعمل مثلا الثامبنيلز بتاعت الفيديوهات اللي حضراتكم بتشوفوها دي كلها انا بعملها على البرنامج الكانفا، ولان هو يعني بصراحه بيسهل لي الدنيا دي كلها. والمفاجاه ان انا بستخدم الكانفا مع انه موجود متوفر على الايباد بابلكيشن وكويس جدا على فكره. انا بستخدمه على الماك لانه بيبقى اسهل في التحديد وحركه الماوس. انا بالنسبه لي تبقى ادق في الماك اكتر منها من الايباد. بالنسبه بقى للمصورين واستخدام اللايت روم، اللايت روم موجود على الماك وعلى الايباد. على الايباد الميزه ان شاشه الايباد حلوه جدا طبعا، سهل في حته بقى ان انت التحديد زي ما انا كده بحدد على الموبايل مثلا هنا، وعايز اشيل مثلا شعار ابل هنا، هنا بحدد مثلا على اللايتس هنا مثلا لو عايز اشيلها، فبتبقى التعامل اسهل فيه بكتير جدا من طبعا الماوس. ولكن هنيجي تعالى نتكلم مثلا بصراحه، احنا بس بعد ما نعمل الصوره على اللايت روم احنا كده كده هنوديها على الفوتوشوب مثلا في الماك مثلا. فطالما انت كده كده هتشتغل على الماك في الفوتوشوب مثلا بعد ما تحدد يعني تعمل الصوره دي على اللايت روم، طيب ما تستخدمها كده، طب ما تبدا فيها الشغل على اللايت روم اصلا من الماك. انا كده كده انا شغال على الايباد الصوره بعملها وبعد كده هبعتها للماك علشان خاطر اعمل فيها حاجه مثلا على الفوتوشوب. طب ما اشتغلها من الاول اصلا على الماك وخلاص واريح نفسي. فدي برضو يعني في ناس بتقول كده ان هو طب انا هي يعني طالما هي كده هبعتها وتضييع وقتي. الفيديو اديتنج يعني عندك الفاينل كات، البريمير، الافتر، الكلام ده كله على الماك، لا يعني ما تقارنوش اصلا بالايباد، يعني حاجه خرافه يعني. ده غير طبعا حته ان المونتاج على الايباد برضو محدود، لان انت في الاول في الاخر ده جهاز ايباد يعني تاتش وكده. فحته الانيميشنز اللي فيه يعني احنا لو هنتكلم على برنامج زي الفاينل كات برو، هو ابل مدياك شويه تكست وشويه حاجات زي مثلا خلفيات وكده انت تستخدمه. لو انت حابب ان انت تنزل بقى بلجنز او اللي هي ثيرد بارتي مثلا او تنزل تمبلتس من مواقع ثانيه في الايباد الى الان ما ينفعش، محدوده قافلينها الحته دي. لكن الماك لا، تنفع تنزل اللي انت عاوزه، ومكاتب ومواقع بتنزل الفاينل كات. وطبعا غير الافتر، مفيش طبعا افتر على الايباد، البريمير برو مفيش برضو على الايباد. فيعني في الماك مفتوحه قوي قوي في حته الفيديو ايديتنج دي. طب مين اللي ممكن يشتغل على الايباد؟ للناس اللي بتعمل فيديوهات ريلز مثلا، فيديوهات سريعه ما فيهاش ايديتنج كتير، ما فيهاش شغل كتير خالص، ممكن يتعمل عادي جدا على الايباد على الفاينل كات برو. كمان انا بتكلم على الايباد اير كمان. طيب الخلاصه بقى، الفيديوهات التقيله قوي او اللي انت هتحتاج بقى الايديت التقيل قوي فيها، ده هيبقى افضل طبعا اختيار هو الماك. في النهايه بالنسبه لاستخدامي انا الشخصي للايباد، انا بستخدمه في كتابه الملاحظات، كتابه سكريبت الفيديوهات اللي انتوا حضراتكم بتشوفوها، او كتابه الملاحظات السريعه اللي هو مثلا جالي مثلا فكره في فيديو معين او فكره مثلا في حاجه معينه وعايز اكتبها بسرعه قبل ما تروح من دماغي، فعلى طول بستخدم فيها الايباد. طبعا كمان بستخدمه لو انا بره، بستخدمه كسكند مونيتور للماك. لو انا فاتح مثلا الماك واقدر ان انا استخدمه كسكند مونيتور له، ويبقى معايا شاشتين في نفس الوقت وانا بره البيت اساسا. برضو حته ان انت ممكن توصل الايباد الماوس والكيبورد زي ما قلنا البلوتوث، وهيبقى بالنسبه لك زيه زي الماك بالظبط. ثالث حاجه وهي السايد كار، ان انت تقدر بالماوس والكيبورد بتوع الماك ان انت تخش على تدخل الماوس على الايباد وتستخدم الماوس والكيبورد بتوع الماك في الايباد نفسه زي ما احنا شايفين كده. انا كده بستخدم الاثنين يعتبر بنفس الكيبورد والماوس بتوع الماك بس. وفي الاخر انت شايف ايه؟ قولوا لي برضو في الكومنتس انت اللي في منكم اشترى جهاز منهم اشترى ايه وليه، واللي برضو عنده اي استفسار يقول لي. واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.